انا سامحت وبسامح واتعلمت ازاي اسامح، مش عشانهم، عشاني. مش عشان هم يستاهلوا، عشان انا استاهل. انا استاهل ان انا اسامح. انا استاهل ان انا معيش تعبان ومضغوط عشان ناس ضايقتني او اذتني او ايا كان. كلنا بنتعرض لاذيه من اقرب الناس احيانا ومن ناس غرب. اتعلم ازاي تسامح. انا سامحت عشان اسباب كتير قوي، عشان لقيت ان انا حياتي بتضيع في الزعل من الناس وما بوصلش لحاجه، وهم بيبقوا عايشين حياتهم عادي جدا جدا وانا اللي شايل الهم. سامحت عشان ربنا قال لي او قال فليعفوا وليصفحوا، يعني ده امر ان احنا نتعود ان احنا نصفح. سامحت عشان انا بدعي ربنا دايما يغفر لي حاجات كتير جدا ويسامحني عن كل حاجه بعملها. فازاي ما اتعلمش ان انا كمان اسامح؟ ازاي بقى عايز ربنا يسامحني ويغفر لي وانا مش عارف اسامح حد اذاني او عمل غلط في حقي؟ اتعلمت اسامح عشان الرسول عليه الصلاه والسلام قال التمس لاخيك 70 عذر. اتعلمت اسامح لما سمعت قصه الصحابي اللي قال عليه الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو من اهل الجنه، ولقوه راجل عادي جدا جدا، ولما قعدوا معاه كذا يوم ما لقوش بيعمل اي حاجه غير ان هو بينام كل يوم وقلبه خالي من اي ضغينه على اي حد. فهي هتجاهد نفسك لحد ما توصل لده، بس لما تزعل اختار دايما ان انت تسامح وخد نيه في ده، واوعى تزعل.